السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا بقى قبل ما نبدأ فيديو النهارده احب ارحب بكل حبايب قلبي الجداد اللي دخلوا معايا القناه. انتوا على راسي وشرف ليا والله العظيم وجودكم معايا. اما حبيب قلبي بقى اللي من زمان فانتوا طبعا اصحاب مكان، منوريني ومشرفيني دايما. عايزه اقول لكم بقى ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا في خير وفي احسن الاحوال، ورب ما ينقص منكم ابدا ابدا عزيز ولا غالي على قلوبكم. وتعالوا كده نبدأ فيديو النهاردة حلو ومشجع، روتين نبدأه كده بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النهاردة يا ست البنات ميزانية شهر 6 هنبدأها ب3 فراخ إن شاء الله. يعني ايه يا بنتي يا زوزو؟ يعني هو زي ما انت سامعة كده يا حبيبة أختك، الدنيا كده مزنقة، بس احنا كستات شاطرة هنظبط دنيتنا كده وهنقضي ايامنا ان شاء الله على خير. ويا ستي الايام كلها اكل، كلها خير وبركة. والست الشاطرة بقى اللي تعرف تقضي يومها وتدبر اكلها وتدبر حياتها كده بدون ما تحس انها اصلا مضغوطة ولا اي حاجة. تعالوا نقول الدعاء الحلو بتاعنا ده اللي بنقوله دايما اول ما نبدأ فيديو: اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أو نقوله بشكل تاني: اللهم اخرجني من حولي وقوتي وادخلني في حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الفيديو ده ست البنات للبنات الفرافير. يعني ايه؟ يعني يا اخت لو انت من النوع اللي بيتقرف ممكن تخرجي وتسيبي الفيديو علشان احنا عندنا هنا في الفلاحين بنعمل كل حاجة بإيدنا. ازاي يعني؟ ما بنعتمدش على حد ينظف لنا طيورنا ولا ينظف لنا بيتنا ولا يعمل اكل لولادنا ولا اي حاجة. ايوه زي ما انت شايفة كده، بنجيب الفراخ ونذبحها ونروح حاطين ميه على النار تسخن. المهم الفراخ البيضة بالذات هقولك على كل تركات تنظيفها، وهنعملها بقى النهاردة على طريقة جدتي. تعالوا بقى بما ان افتكرناها كده، ربنا يرحمها ويغفر لها وندعو لها ربنا يجعلها في الفردوس الأعلى اللهم آمين. هي أمواتنا، هي وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اليوم ده ست البنات كان يوم سوق، قلت بقى أشارككم الروتين بتاعي. بس والله العظيم عايزة أقول لكم هدت حيل، مش قادرة أقول لكم اليوم ده قد إيه. يوم السوق كنت حابة أجيب فراخ، يعني ما كانش عندي خالص، فجبت 3. هما 2 يعتبروا كبار شوية وواحدة وسط شوية. خلاص ال3 كانوا عاملين حوالي، يعني بصوا الواحدة وليكن عاملة 200-210. الكيلو كان عامل 85 جنيه. طبعا انا جايباهم مدبوحين، يعني انا دبحتهم على طول وخلصت تسويق وجيت على البيت. ما كنتش فطرت بقى، نضفتهم الاول وجهزت لنفسي فطار زي ما انتم شايفين كده، لان خلاص بقى كنت فرهطت ومش قادرة. تمام. سبتهم بقى ينشفوا، ده بعد طبعا ما نضفتهم سبتهم ينشفوا. اهم حاجه بقى في تنظيف الفراخ، يعني لو انت ست بيت يعني اصيله كده، اقولك على شويه تريكات تعمليهم هي يعني هينفعوا معاك. الفراخ لو ما تسيبيها بتنشف من الميه اللي موجوده عليها، اي ريشه او اي شعره موجوده فيها هتروح ناشفه وهتروح باينالك كده. تمام. يعني هي وهي مبلوله اصلا انت كنت حاسه ان هي لا، ده هي بسم الله ما شاء الله مفيش فيها ولا واحده. وانا بقى عايزه اقول لكم موتي وسمي ان اكون الطيور اللي انا بنضفها دي فيها ريش. فاهميني ازاي؟ اللي هو الريش بقى هيزفر لي الشوربه وهيزفر لي كل حاجه، وهبقى باكل كده وانا ماليش نفس من الاكل خالص. فطبعا على قد ما بقدر وعلى قد ما ربنا بيقدرني ان انا بقى ايه، بمسكها كده انضفها كويس واحوش منها كل الريش.
نضفتها وسبتها كده، حطيتها على فوطة مطبخ او حاجة يعني بستخدمها، بس طبعا تكون نضيفة، وسبتها تنشف تماما. عبال بقى ما فطرت وعملت لي شوية نسكافيه شربتهم وظبطت دنيتي، وقلت قومي يا بنتي بقى زمان الفراخ نشفت عشان تشوفي انت هتعملي ايه. مش بعمل الحركة ده على طول على فكرة، بس والله العظيم كانت ايام خير وايام بركة وايام كلها رزق. يا ريتها كانت دامت. كانوا زمان جدتي ومامتي وكل حبايبنا دول الغاليين على قلوبنا كانوا يجيبوا الدقيق ويروحوا مبدرين الفراخ كده، ويروحوا محروقينها على النار. ايوه هما بيقولوا عليها كده، بيحروقوها يشعوطوها، مش عارفة هما بيقولوا كده. المهم بقى احنا كنا فلاحين يعني كانوا دايما معتمدين الطريقة دي. خلاص، فانا قلت بقى ارجع كده لايام زمان، ايام جدتي ربنا يرحمها يا رب ويجعلها في الفردوس الاعلى كده، والشهداء يا رب والصديقين اللهم امين، وكل موتانا وموتى المسلمين. فتعالي بقى اقولك شويه تفاصيل في تنظيف الفراخ. لو انت لسه مبتدئه كده ومش بتعرفي تعملي ايه في الفرخه، مشي بالتفاصيل والتركات اللي بقولك عليها. الفرخه لها طريقتين في الفتح، ممكن ان انت تفتحيها من تحت كده زي ما انا بعمل، خلاص، اللي هو من تحت الصدر كده من بين الوراك. والطريقه التانية هوريلك برضو ازاي. الفيديو ده مش هتصدقوني، بتقولي انت بتعملي ايه، احنا عارفين كل الحاجات دي. والله العظيم والله العظيم عن تجربة شخصية، في بنات ما تعرف اللي انا بقوله ده ايه، ولا بيعرفوا ينظفوا الفراخ، ولا بيعرفوا يعملوا اي حاجة. طبعا لو انت بقى ربنا عطيكي وكده وعندك يعني حد بيعملك، فربنا يزيدك من نعم الله. اما لو انت بقى يا ست البنات ست بيت شاطرة كده، وعندك ولادك وعندك بيتك وعندك جوزك، وعايزة تلم عليه وعايزة تدبري وتوفري، اتفرجي كده على فيديوهات زي دي وانت هتعرفي تعملي ايه وتسوي ايه. طبعا انا ما شرحتلكيش لان هو الفيديو شارح نفسه. تمام. الفرخة ممكن تقطعيها من تحت، ممكن تقطعيها كده من الظهر بالنص كده، تقطعي بقى وتبدأي ان انت تفصلي الوراك عن الصدور، وتقطعي بقى كل ورك لوحده او كل صدر لوحده. عايزة تسيبها سليمة كده وتكتفيها زي ايام زمان كده، كنا دايما نطبخ الحاجات او الفرخة او البطة سليمة زي ما هي كده. تمام. طبعا الفراخ البيضة بيبقى فيها كمية زفارة لا تحتمل، فطبعا اهم حاجة ان انتي تغسليها كويس جدا، تنقعيها نقعة حلوة كده وتشيلي كل الزفرة اللي فيها. وكمان بيقولك قال ايه، لازم نشيل الكبدة اللي في الورك بتاع الفرخ. فوالله يا اختي الكبدة دي كانت اكتر حاجة احنا بنتخانق عليها اصلا، فقلنا نشيلها زي ما هم بيقولوا خلاص، والله اكبر يعني بيقولوا بتعمل وبتسوي، فربنا يعافينا من كل حاجة وحشة اللهم امين. وطالما عرفنا ان هي مش كويسة يبقى بلاش ايه ان احنا ناكلها. المهم ست البنات تعالوا نعمل نقعة حلوة بقى كده للفراخ اللي احنا نضفناها وفتحناها مع بعض كده على طريقة الفلاحين. تمام. جبت كده بقى حلة وحطيت فيها شوية ملح ومعلقتين من الخل وليمونتين 3 بقى. الليمون ده انا كنت جايباه يعني في بعد حتة كده مستوية، يعني اللي هو ايه بيبقى رخيص شوية. انا كنت عاملة حسابي بقى ان انا هجيب فراخ، فجبت ايه ليمون من ده عشان اكتر بقى واخد راحتي. تمام. حطيت بقى شوية دقيق وطماطمايه فعصتها كده في المية، وطبعا زي ما قلتلكوا حبة خل وشوية ملح. وبصي بقى عايزة اقولك مش هتشمي ريحة اي زفارة في الفراخ بتاعتك. الرجول احنا بناكلها قبل الفراخ على فكرة يعني، ده كولاجين طبيعي يا حبيبة قلبي، فما تقوليش بقى ده رجول ومش رجول. تمام. تمام. المهم نقعت الفراخ بتاعتي وسبتها والدنيا تمام. وطبعا زي ما قلت لكم فطرت وظبطت دنيتي. اليوم ده كان يوم سوق على فكرة، انا كنت سايبة كل حاجة زي ما هي، لان الفراخ كانت جاية مدبوحة، فما ينفعش اتأخر عليها اكتر من كده. انا يا دوب بس ركبت التوك توك وجيت على طول. خلاص. المهم كان مطلوب مني حمامتين اوردر يعني خلاص ان انا انضفهم وابعتهم يعني لحد غالي عليا كده. المهم جبتهم وبسم الله ما شاء الله لقيت يا اختي فيهم حاجة كده هوريها لكم دلوقتي. انا ما كنتش اعرف، بس طبعا سألت ناس عارفة في الحكاية دي في الحمام يعني وكده، فالله المستعان ربنا يعين كل واحد على حاله. انا عشان مش عارفة فيه فهم يعني. بص في ناس بتخمك وفي ناس بتضحك عليكي،
بصوا لقيت فيه حاجات كده زي حبوب صغيرة، فسألت حد متخصص يعني قال لي بصي امسكيها بالسكينة بس شيليها ومفيش اي حاجة، وهي بتبقى كويسة ومفيش اي حاجة وتمام. فالله المستعان، عايزة اقول لكم ان ما عادش في الدنيا خير، ما عادش في بركة، ما عادش في اي حاجة من كتر ما الناس بتغش بعضها، بتغش نفسها الاول، لان انتي الحاجة دي هتتحاسب عليها يوم القيامة. فبالضرورة ان انت بتغش، مين انت هتغشني؟ لا طبعا، انا خلاص الحمد لله استعوضت ربنا، وحتى لو انا هرميهم هيترموا عادي، بس مش هسامحك يوم القيامة، هطلب حقي منك قدام ربنا. فربنا يعين كل واحد فينا على حاله. تمام. سبت كل حاجة زي ما هي. ما بصوا عايزة اقول لكم حاجة، زي ما احنا متفقين لازم نحدد احنا بنعمل ايه. فطبعا انا جيت اتلبخت في الفراخ وفي الحمام، وسبت الدنيا جنبي. طبعا مش هقول لكم بقى تنظيف الفراخ كده في 5 دقايق زي ما أنا الفيديو نازل، لا طبعا لها وقت، وعبال ما تنضفي وعبال ما تعملي وكده، ولو الولاد هيفطروا ومش عارفة ايه. المهم سبت كل حاجة زي ما هي. كان اليوم ده يوم سوق، حطيت حاجة السوق كده، كنت انا حطاها بره على الترابيزة عبال ما اخلص. وسبت البوتاجاز زي ما هو كده، ما غسلتش اي حاجة. انا قلت اجهز الاكل الاول للولاد علشان لما يجوا يتغدوا يلاقوا كل حاجة جاهزة. تمام. حطيت الرز على النار يستوي، وحطيت السمك بتاعي. كنت جايبة بس نص كيلو سمك، و اللي هو شبار، وتونية واحدة متهيألي على ما اعتقد، كنت عاينة منها 2، يعني انا جبت نص ونص وعينت الباقي. طبعا بقى جبت لهم الفاكهة اللي انتوا شايفينها ديت، وجبت كمان فلفل وخيار. ما شاء الله الخيار الايام دي والفلفل يعني هو يعتبر كويس، يعني مش غالي قوي. خلاص. وجبت بقى بطيخايه كده، البطيخ برضو بسم الله ما شاء الله ملا السوق، يعني بقى رخيص جدا، في ب10 وفي ب15 وفي ب30. انا جبت دي متوسطة كده، كانت ب35. تمام. قطعت لهم طبق كده عشان لو حبوا ياكلوا منه، حطيته في التلاجة. وطبعا الخيار بتاعي جبته، ساعات بغسله لو الخيار عليه طين. تمام. بغسله. لو انا عايزه احافظ عليه بقى من اسبوع للتاني ما يجرالوش اي حاجه، ما بغسلوش، بسيبه كده وبغطي عليه في التلاجة بتاعتي وبسيبه. طب انا لو هغسله يبقى هنشفه الاول قبل ما اغسله. في الوقت ده طبعا كان السمك على النار بيتشوي والرز بيتردد على البوتاجاز. قلت بقى جنبي ده كله ألم حاجة السوق بتاعتي، طبعا مش هينفع يتأخر أكتر من كده. برضو الخضار بحب أحطه في التلاجة نضيف متنضف. بنشيل كل العفش اللي فيه والحاجات اللي زي دي. طبعا احنا هنا لازم عن الكيس الخضار ده في التلاجة، بتقوليش بقى يبقى لسه عايزة واروح اشتري والكلام ده كله. دول بقى كان من بتوع الاسبوع اللي فات، طلعتهم هم والطماطم دول. خلاص. بلاقي بقى بعد واحدة مثلا مستوية، بعد واحدة فيها حتة صغننة كده طيبة مستوية يعني، فبروح شايلاه على جنب. والباقي لو هينفع ان انا اعمل منه سلطة لليوم ده بعمل، مش هينفع يبقى بشيلها كلها كده، ممكن اقطعها لو انا مش هطبخ واحطها في الفريزر. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو انت وصلت لحد هنا بقى من اللايك، من الفيديو، بالله عليك تحط لي لايك. من لايك ايه؟ حط لي لايك كده حلو منك زيك، يشجعني ويحفزني ان انا دايما انزل معاك فيديو. وطبعا احب اشكر كل حبايب قلبي اللي سألوا عليا، واللي دايما كده بيتواصلوا معايا. الغالية حبيبة قلبي سمسمة، ربنا ما يحرمني منك يا حبيبتي، ويكبر بخاطرك ويروق بالك ويصلح حالك، اللهم امين يا رب العالمين. شويت السمك وعملته على اللهم صل على النبي، مش عارفة نسيت الاسم ليه. المهم عملته مكمور، يعني ما حطيتوش في مية، لا تبلته بملح وعملته كده. وبقى على فكرة قطعت له برضو خضار وبشرت له جزر كده وحطيته على الوش بتاعه، بس قلت اروق الدنيا حواليا كده الاول لان البوتاجاز يضرب يقلب، وكمان زفارة بقى وتنظيف وحاجات كده، والحمام كان على الترابيزة دي. فاللي هو امسكت الدنيا ومسكت الحوض غسلته غسلة حلوة كده محترمة بالبريل. وكمان غسلت الترابيزة دي اللي هي انا بشتغل عليها اصلا، والبقى البوتاجاز وكل حاجة. وكمان كان عندي في التلاجة، اللهم صل على النبي، جزر بالاسبوع اللي فات، وخيار انا كنت جايباه مخصوص
للمخلل. تمام. بيبقى ازاي بقى يعني يا زوزو؟ بيبقى الخيار بتاع المخلل ده بقى يعني ممكن اجيبه كبير شوية. خلاص، مسكته كده بالقطاعة، قطعته على شكل اللي هو على شكل المخلل اللي احنا بنشتريه اصلا من بره. وكمان مسكت الجزر بتاعي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كان عندي شرشة بقى كده في التلاجة، طلعتها وزودت عليها كمان شوية مية. الشرشة على فكرة احنا في الحر، فكل ما بتغيب شوية بتلاقيه عملت لون ابيض كده على الوش. تمام. البصل حلو قوي، بيديني مزازة وبيديني طعم في المخلل، بيبقى تحفة. قطعت جزر وخيار وبصل، وطبعا لو عندك بقى شطة بتحبيها، عندك فلفل، عندك اللهم صل على النبي لفت، اي حاجة من الحاجات دي بتبقى تحفة معاكي في الاكل. فانا بعمل المخلل ده كده يا جماعة، بيطلع بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. وكمان لو عندك اللهم صل على النبي، لو ما عندكيش شرش بقى من بتاع الدكان او من بتاع السوبر ماركت، هتعملي بس فلفل احمر ومعلقه ملح لكل كوبايه ميه وبس كده. وده تخليل المخلل بتاعي. عملت طبق سلطه حلو، وعملت كمان جهزت كل حاجه، وعملت السمك جهزته عشان الولاد هيجوا يتغدوا. وده كان روتين النهارده، يا رب يكون عجبكم. كنت عامله كمان طبق بتنجان كده كان عندي في التلاجة، طلعته. والرز كان استوى بقى كده والدنيا تمام اللهم بارك. وكمان نقعت الفراخ نقعة حلوة وسبتها براحتها بقى كده. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا في الله، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. استودعكم الله، مع السلامة.